طبعا عنوان الفيديو هيخليكوا تتخضوا شوية او تستغربوا، بس الابراج المستفزة هنا مش معناها انها ماشية تستفز في خلق الله، لا. قصدي بالابراج المستفزة الابراج اللي هي لما تيجي تستفزها هتستفزك، مش هتعرف تستفزها. يعني لو جيت تضايقه هيضايقك زيادة. لو جيت فاكر ان انت مثلا بتقوله كلمة تستفزه بيها هتلاقيه ردها في وشك، جابك الارض. فدي الابراج المستفزة، وده مفهوم الابراج المستفزة اللي هنتكلم فيه في الفيديو. مين هي الابراج المستفزة؟ طيب خلينا نبدأ كده. اول واكتر برج بشوفه مستفز او بيقدر يستفز اللي قدامه هو برج القوس. برج القوس برج اصلا بيحب يكبر دماغه من المشاكل، ما بيحبش يعيش المشاكل كتير، دي حاجة احنا متفقين عليها. طيب ازاي برج القوس مستفز؟ يعني برج القوس لما تيجي تتكلم معاه او تقول له مثلا حاجة مضايقاك او تفكر ان انت ممكن تضايقه، يعني زي مثلا، مش عارفة اجيب لكم مثال، بس اللي هو مثلا انت متخانق معاه او متضايق منه في حاجة، وهو في شخص ما بيحبوش. الشخص ده انتوا كنتوا متفقين ان هو مش هيكلمه، او ان الشخص التاني، انا حاسه ان انا بلف حوالين نفسي ومش عارفه افهمكم. المهم، انا مثلا واحده صاحبتي، تمام، صاحبتي دي برج القوس، وانا وهي متخانقين، وانا وهي متخانقه مع واحده تانية صاحبتنا، واحنا متفقين انه احنا الاتنين مش هنكلمها. فلما اتخانقت مع صاحبتي اللي هي برج القوس دي، انا عايزه اغيظها، فرحت قلت لها ان انا وصاحبتنا التانية اللي احنا كنا متفقين ان احنا مش هنكلمها دي عشان كانت مضايقه صاحبتي برج القوس، يعني ان احنا هنخرج سوا. فانا المفروض ان انا كده بقول لها ده عشان اضايقها اصلا. ممكن ترد عليا بقى تقول لي ايه؟ عادي، ما احنا لسه خارجين امبارح، وتبقى فعلا لسه خارجه معاه امبارح. اللي هو انا جايه اضايقك بتضايقيني، جايه استفزك فبتستفزيني. ممكن تبقى ما خرجتش، ممكن يبقى عندها طرق كتير قوي للرد، عندها فن رد رهيب، يعني في ثانيه من غير ما تفكر او من غير ما يفكر. عموما برج القوس فبيعرف ازاي يرد، عنده لماح وعنده سرعه بديهه. الكلمه اللي بتضايقه بيرد عليها وقتي. في ناس ممكن مثلا شخص ضايقها وبعد ما تمشي او بعد ما تروح تقعد تقول انا كان المفروض في الموقف ده ارد اقول كذا، وكان المفروض في الموقف ده ارد اقول كذا. برج القوس مش كده. برج القوس الرد عنده وقتي، يعني الكلمه اتقالت الرد حضر. عكس بقى ناس كتير جدا بتترجم الموقف متاخر وبتحس انها كان المفروض ترد وما عرفتش ترد. ده برج القوس. يعني اتمنى تكونوا فهمتوا اللي انا قلته، عشان انا حاسه ان انا توهتكم شويه انا وصاحبتي واللفه دي. بس اتمنى تكون المسج وصلت انه ده اول برج مستفز. المهم، تاني برج مستفز برج العذراء. هو مش مستفز عشان هو برج مستفز، هو مستفز عشان هو ذكي، بيعرف يقلب الموقف ويقلب الترابيزه، وبدل ما يتضايق، معلش في شعرايه دخلت في عيني، وبدل ما يتضايق من الموقف يقلبه ويضايقك منه. بيعرف يعكس المواقف بذكاء، وهو ممكن يبقى بينه وبين نفسه هو اتضايق واتحرق دمه، بس ما يبينلكش، لانه لو بين لك تبقى انت كسبت. لا، انت مش هتكسب مع برج العذراء. لو دخلت في تحدي او في ديبيت او اتحطيت انت وهو قصاد بعض في الملعب، مستحيل تطلع كسبان. العذراء دايما بيكسب، هو عارف هو بيعمل ايه وبيتعامل ازاي وهيرد ازاي وهيعمل ايه وكل الحاجات دي. فما تحاولش تستفز برج العذراء لانك اكيد خسران. برج الاسد بقى ثالث برج من الابراج اللي مستفزه، بس هي مش مستفزه. هو برج الاسد عنده تكنيك. الشخص عشان يستفز اللي قدامه بيبقى مستني رد فعل. يعني انا مثلا عايزه اضايق شخص فزعقت له، فالشخص ده انا عشان ارتاح لازم الشخص ده يتضايق ان انا زعقت له. الاسد بقى عنده تكنيك تجاهل اللي هو انت مين؟ حد بيزعق هناك؟ ما سمعتش، ما عرفوش، ما عداش.
الزعيقه ما جاتش وما وصلتش لهنا. برج الاسد يعني لا مبالاه لاي حاجه بتحاول تعملها، لانك مش فارق له خلاص، انت ما بقتش فارق معاه، فاي حاجه هتعملها هي مش هتاثر عليه. انا هتضايق لما تكون انت فارق معايا، لكن انت هوا، فهتضايق مين؟ انت هتضايقني انا؟ انت مين؟ وهكذا. فده تكنيك او دي طريقه برج الاسد في استفزاز اللي قدامه، اللي هو انا جيت استفزك فلقيتك بتتجاهلني فاتحرق دمي، انا جاي اتخانق معاك فلقيتك بتكبر دماغك مني فاتضايقت، اتعصبت زياده. بعد كده من الابراج المستفزه برج الدلو. برج الدلو مستفز لانه ذكي، يعني عارف اللي قدامه ده جاي عايز ايه، فبيعرف يقلب الموقف، بيعرف يرد الكلام او يرد على الحاجة اللي بتتقال دي بطريقة ذكية جدا. ازاي بقى؟ بدراسة شخصية اللي قدامه، هو بيبقى دارس وفاهم وعارف شخصية اللي قدامه دي ايه اكتر حاجة ممكن تستفزه. تكنيك بقى، الشخص ده جاي يتخانق معايا فانا لما اعلي عليه هيتحرق دمه فاعلي عليه. الشخص اللي قدامي ده جاي يتخانق معايا فلما تجاهله هيتحرق دمه فتجاهله. الشخص اللي قدامي ده لو انا خدت واديت معاه في الكلام هيرتاح كده فما اخدش ودي اسيبه وامشي. الشخص اللي قدامي ده لا، انا لو وقفت قعدت هاتي معاه واخد ودي هيتحرق دمه فاعمل كده. هو عارف التكنيك اللي بيستفز اللي قدامه وبيعمله حسب شخصية كل واحد، ما عندوش سيستم واحد بيتطبق على كل الناس، لا، لان الناس مختلفة، فطبيعي ان انا رد فعلي على كل شخص يبقى مختلف عن التاني. ذكي وعبقري ومستفز من الدرجة الاولى، يعني بيعرف جاي فاكر ان انت هتستفزني؟ لا تعالى، ده انا بابا. فده برج الدلو عبقري. برج الجوزاء كمان من الابراج المستفزه جدا، ملك التجاهل بقى، يعني عنده اسلوب في التعامل يخليك تتشل وتتهبد من غير ما يعمل حاجه، بس ممكن يبص لك، بس ممكن يشاور، ممكن يودي وشه الناحيه التانيه، عنده 100 طريقه بيها يقدر يستفز اللي قدامه لو اللي قدامه عايز يضايقه. يعني لو في شخص مضايقه اوريدي او عايز يضايقه، عنده 100 طريقه يعرف يستفزه بيها. ممكن يخليه يشوفه مع شخص هو ما بيحبوش، ممكن يروح شغل هو ما كانش عايزه يروحه، ممكن يخرج خروجات ما كانش عايزه يخرجها، ممكن اصلا يخرجه من حياته، ممكن يتجاهله، ممكن لحد بعد بكره. ده برج الجوزاء ما ينفعش حد يتوقع هو هيعمل ايه في الموقف، بس اللي نتوقعه ونبقى متأكدين منه ان هو مش هيعرف حد يستفزه، هو اللي هيستفز اللي قدامه لو فكر يقرب منه، فكر يضايقه، فكر يستفزه، فكر يعمل اي حاجة تيجي عليه، ما تجيش عليه.